محمد، انت بالك ما تعرفني زين. اللي يفوت لهذا المكان ما يبقى عايش، فاعترف احسن لك. بس سيدي انا ما اعرف ليش انتوا جبتوني لهنا، انا ما مسوي شيء. محمد، استخباراتنا تقول انت اللي شربت جيجاره داخل الخطوط الجويه العراقيه. سيدي والله هي ارتكبت علي، اصلا انا ما ادخن، واذا تريد تشوف نسبة النيكوتين بالدم. يعني مصر ما تحكي؟ حضروا لي المشنقة بسرعة. خلينا نشوف تحكي اليوم لو ما تحكي. لا سيدي الله يخليك يا مشنقة، انتوا جايبينها عمرها سيدي عمرها 70 سنة، هاي ايش باقي بيها؟ اصلا هي ترتكب على العالم. شنو؟ مضيفة طيران عمرها 70 سنة؟ تعال انطوا فراج بسرعة. قوم وليدي، قوم وليدي. اهلا بكم اصدقائي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين، ان شاء الله تكونون بخير. اهلا بكم بقناه محمد عبد الحافظ. طبعا عندي فكره اللي هي ادمج بين الدراما وبين الفلوجات. مثل ما شفتوا قبل شويه سويت شورت موفي، راح احكي لكم عن القصه اللي صارت وياي، وهواي ممكن يسالون ليش اني سويت هذا الشورت موفي. خل احكي لكم ليش. بس اصدقائي قبل لا احكي لكم ليش اتمنى تشتركون بالقناه وان شاء الله تنال اعجابكم. شوفوا الفيديوهات السابقه اذا ما شايفيها، سووا شير، سووا لايك، سووا سبسكرايب. طبعا تعريف صغير بي، اني محمد عبد الحافظ، عايش في تركيا تحديدا في اسطنبول. ادرس اعلام سينما وتلفزيون المرحله الثالثه، تخرجت رحت للمرحله الثالثه قبل تقريبا شهر. خلينا نروح القصه وخلينا نعرف شنو الموضوع. طبعا اصدقائي صار لي تقريبا سنتين ما رايح للعراق، وسنتين ما شايف اهلي، يعني مشتاق لهم هوايه. المهم واخيرا قررت اروح للعراق بحكم انه خلصت المرحله الثانيه وما عندي شيء بعد، فاروح واقضي العطله الصيفيه هناك او جزء من العطله الصيفيه البسيط. قررت احجز على الخطوط الجويه العراقيه. رحت حجزت على الخطوط الجويه العراقيه ورتبت اغراضي. قررنا نروح اني وطه وحذيفه اللي هم اصدقائي. رحنا على مطار اتاتورك. مثل ما تعرفون مطار اتاتورك كلش كبير، كلش كبير. اغلبكم يمكن اللي يجي اول مره راح يضيع داخل هذا المطار. على العموم رحنا على الخطوط الجويه العراقيه على البوردنج، سلمنا ما اعرف ايش، وبعدين فتنا على صاله الانتظار. جت اللحظه اللي راح افوت بيها للطياره، ويا ريتني ما فتت. المهم فدخلت اصور الجواز، بس يعني قصدي بدخوليه، وبحكم انه مثلا اكو حريه وديمقراطيه وتصوير وما اعرف ايش، صورت الجواز هيك ودخلت انطيتها الجواز وانطيتها البوردنج مالتي، دليني على مكان مقعد وين اروح. كان شوفت كانت تقول لي انت قد 37 ما ادري قد روح، كان ضحك علي كان تقول لي سد الكاميرا. لما قالت لي سد الكاميرا شنو عاش بيها، سديت الكاميرا ودخلت جوا. طلعنا بالجو، شغلت الشاشه، جيت على الشاشه دا اشغلها، شغلت الشاشه دا اشوف فيلم. الشاشه كل شويه معلقه، الشاشه كل شويه وصافنه، الشاشه كل شويه وطافيه، الشاشه ما ادري ايه. ذكرتني بتلفزيونات قبل 2003. عطلت الشاشه مال خطوط الجويه العراقيه عاطله خاله ما تشتغل. يقول المضيف انت عايز تسويها؟ يقول لي شوف الاجار انت هاي وين لك يا عايز. وراها جدي وحده تصيح تسوي من يدخن جيجاره، اللي يدخن جيجاره خليه يقول ترى اسحب جوازاتكم كلها، ادري خطوط شنو، بس والله ما اقول شيء. على العموم رحت عليها، هي هاي نفسها. قلت لها عفوا الشاشه ما تشتغل. كانت تضحك علي، كانت تقول لي روح غير مكانك. يا ربي اني قلت راح يجينا بوكس يجينا راجدي. المهم رحت غيرت مكاني، انا قعدت قمت اقلب بالتليفون الى ان جتي. Have you ever felt? Are you listening? Damn. خلاص جتي هاي المضيفة الطيران الكبيرة بالعمر، وكانت تقول اكو واحد بيكم مدخن جيجارة هنا داخل الطيارة، اطلعوا لو اسحب جوازاتكم كلها. طبعا انا بهاي اللحظة حسيت نفسي بفيلم تيكن، وهمنا الجزء الثالث. I will find you. And I will kill you. كلها صفنت عليها. هاي جت تحكي وين احنا؟ عفوا ست انت فاهم الموضوع غلط، احنا ما قاعدين بغابة، احنا قاعدين بخطوط جوية عراقية. هاي السمعة هاي راح تضر بسمعة بلدك. احتمال اكو ناس مو عراقيين جايين على الخطوط الجوية العراقية، فهذه راح تضر بسمعة بلدك. فانت اذا ما تفكرين بسمعة بلدك، ليش انت داخل
هذه الطيارة؟ ليش انت اللي تخدمين هذا البلد؟ اما الناس ما جاية ببلاش، الناس دافعة فلوس وجاية، يعني ما جايبتهم على ظهرك يا ست. فلازم تاخذين هذا بنظر الاعتبار، لازم تفعلين قيمة الاحترام عندك للجميع، لان اكو ناس ما تعرف شنو الموضوع وشنو السالفة اصلا، وانا واحد من عندهم. قصدي ما ادري شنو السالفة، شنو على اي اساس تتهمين هذا الاتهام، وعلى اي اساس تشملين الكل انه لازم تطلعون اللي يدخن والا اسحب جوازاتكم كلها. على العموم احنا قعدنا حاولنا نهدن الوضع، اكو شخص قال وين احنا قاعدين، شخص ثاني قال انا ما راح اجي بعد على الخطوط الجوية العراقية، اكو شخص قال انا اصلا ما عندي جواز عراقي ولذلك شنو هاي تحكي هيك بالطريقة هاي، ومشاكل صارت. المهم هاي المرية راحت العجوز وما جت بعد، بس اسلوبها كان كلش تعبان، وهي لو راجعة طبعا ودا تريد صدق تسحب الجوازات كان يصير مشكلة اكبر، لان انت تعديتي على الحقوق. هذه ما يصير، هذه تضر سمعة بلد يا ناس، تضر سمعة بلد خطوط جوية عراقية. فأتمنى يا ست انه انت تحترمين الناس وتقدرين تاخذين بنظر الاعتبار، واذا هيك المسألة خطرة حاولوا تراقبون زين وتعرفون منو اللي دخن داخل الطيارة وما تتهمون اتهام شامل للجميع. هذا اللي صار داخل الخطوط الجوية العراقية، هي مشكلة حبيت انوه عليها. يعني احنا ما نريد نقطع رزق هاي المرة، لكن نتمنى انه من المسؤولين يجيبون ناس قد المسؤولية، ناس تحترم، ناس تقدر، ناس تشتغل من اجل بلدها. ووراها طبعا هم صارت مشكلة، قامت هي نفسها هاي المرية العجوز قامت تصيح على وحدة ثانية، والله ها قامت تشيل الجنطة، مد طلع فتشيل الجنطة وما اعرف ايش يعني اعرف انت خايفة عليها، اعرف انت خايفة علي انا، اعرف انت خايفة على الطيارة بصورة عامة، لكن اكو شيء اسمه احترام، اكو شيء اسمه حدود، اكو شيء اسمه مراقبة داخل الطيارة، فعل المراقبة داخل الطيارة. انت ليش تجين وتتهمين الجميع؟ هذا اللي صار داخل الخطوط الجوية العراقية. واتمنى اتمنى انه يجيبون ناس قد المسؤولية، يجيبون مو الا يعني يجيبون شاب اقصد مو الا يعني يجيبون بنات مثل ما موجود باستراليا، مثل ما موجود، لا خلي ما يخالف، ما عندنا اي مشكلة، خلي يجيبون اي شكل، بس اهم شيء يقدر ويحترم. هذا اللي حبيت اشارككم به، اتمنى ان ينال اعجابكم، وخلي اترككم ويا الفيديو، ان شاء الله يعجبكم. كملوا للاخير وانطوني نصائحكم، ولا تنسون سووا لايك وسووا قناة سووا لايك وسووا قناة للاشتراك، سووا اشتراك وسووا لايك وسووا شير للفيديو. واذا عجبك اتمنى تدعوا اصدقائك حتى ينعجبون بالقناة، لان عندنا فلوقات مستمرة من داخل تركيا.